كيف تجعل الناس يتعلقون بك ويحبونك؟ باش تكون واحد الشخص محبوب وعنده شخصية قوية، معناتها أنك تكون كسبتي الاهتمام ديال الناس والحب ديال الأشخاص اللي دايرين بيك. وهذه من أكثر الأشياء اللي عادي تخليك في غاية السعادة على نفسك والتصرفات ديالك. واش انت فعلا شخص مميز بين الاشخاص اللي دايرين بيك؟ وكيفاش كيكون الشعور ديالك فاش كتجلس مع الناس اخرين؟ واش انت فعلا كتكون مرتاح من الناحيه النفسيه، او لا كتكون مضطرب وكتحس بالقلق وكتبغي تخرج من ديك البلاصه اللي انت فيها؟ فإلا كنتي هكا فانت فعلا كتحتاج لبعض النصائح باش تغير من شخصيتك. هاد الشيء عادي يخليك تكون شخصية قوية اللي عادي يخلي الناس الاخرين انهم يحترموك ويبغيوك. وفي هذا الفيديو عادي نحاول نساعدك ببعض النصائح اللي عادي تخليك تكون شخص محبوب وذو شخصية قوية. اولا، كن قوي الشخصية لكي تكون محبوبا. يعني الواحد خاصو ضروري يكون واحد شخصية قوية باش يقدر انه يكون محبوب بين الناس. يعني الا اتخذتي شي قرار ضروري ما خصك تطبقه، او لا عطيتي شي وعد لشي شخص ضروري ما خص تكون قد كلمتك قد دراعك، ضروري ما تطبق داكشي اللي كتقول. هكا كتكون واحد الشخص اللي كيضربوا به المثال وكيعرفوك الناس انك متمكن من القدرات ديالك، ومتمكن كذلك من اي حاجه كتقولها الا وكتطبقها. قد كلمتك قد دراعك كيف قلنا. يعني الواحد ضروري ما خاصو يكون عاطي واحد الانطباع اللي هو زوين بين الناس. اي حاجه قالها والا يطبقها، يكون عارف شنو كيقول، ما كيبقاش غير كيهضر وتا حاجه ما كيديرها في حياته، ما كيبقاش كيعطي الوعود وتا حاجه ما كيطبقها. يعني الا بغيتي تكون واحد الشخص موثوق فيه وتكون كذلك قوي، ضروري ما خاص تطبق هاد النصائح هادو، وكذلك تكسب حتى المحبه ديال الناس والثقه ديالهم. ثانيا، كيف تكون شخصا محبوبا من الانطباع الاول؟ يعني اي شخص فاش كيتلاقاك اول مره ضروري ما كياخد عليك واحد الانطباع، يا اما انطباع زوين او لا انطباع خايب، على حساب انت وكيف كانوا التصرفات ديالك وكيف كانت الشخصيه ديالك قدام داك الشخص. يعني فاش كنتلاقاو مع الشخص اول مره ضروري ما خص يكون كلامنا رزين وموزون، ما كنبقاوش غير كنهضروا غير كنضحكوا بلا ما نوزنوا هضرتنا. لا، خصنا نوزنوا هضرتنا ونعرفوا كيفاش كنتصرفوا. علاش؟ لان مره اخرى مجرد ما داك الشخص كيتذكر الاسم ديالو قدامك قدامه، دائما كيكون راه صافي خدا داك الانطباع اللي شافك به النهار الاول، او لا خدا عليك ديك الصوره اللي شافك فيها النهار الاول. كيف كنقولوا يعني خدا عليك واحد النظره. لان هكا ضروري خصنا نخليو اي شخص من اول مره ياخذ علينا نظره تكون زوينه، نظره اللي هي رزينه وموزونه. يعني نعرفوا شنو كنقولوا ونعرفوا كيفاش كنتصرفوا. وطبيعه الحال اي شخص كان كيتكلم معنا راه الابتسامه ما كتفارقناش. هكا باش كتخلي الناس كيرتاحوا ليك وكتخليهم كيتيقوا فيك. ثالثا، بادر في الاتصال بمن تحبهم. يعني الواحد فاش كيبادر في الاتصال بالناس اللي كيبغيهم، هكا راه حتى هما كيوليو كيبغيوك وكيوليو كيلجؤوا ليك. دائما نتفكر كيفاش دوزوا النهار ديالهم، نتفكر يعني الا كان عندهم عيد ميلاد ديالهم او اي حاجه ديالهم خاصني ضروري نتفكرها. ودائما نحاول انا نتصل الاول، انا نسول الاول. هكا كنخلي واحد الانطباع فيا زوين، هكا كنخلي الناس انهم يزيدوا يبغوني ويزيدوا يتقربوا لي. يعني دائما كنتفكرهم انا الاول، وانا اللي كنهز نتصل بهم الاول. يعني دائما ما كنخلقش الاعذار ونخلق الاسباب، لا، كنخليهم هكا يتقربوا مني وكيزيدوا يرتاحوا لي اكثر وكيزيدوا كذلك يبغيوني اكثر. فاش كتسال في الاشخاص اللي كتبغيهم دائما انت الاول، هكا كتخلي تكون عندك واحد القيمه عظيمه ودائما كيكبروا بك وكيحترموك وكيبغيوك. رابعا، كيف تكون شخصا محبوبا بتمييزك؟ كاين كل واحد كيفاش كيتميز. كاين اللي كيتميز مثلا بالضحك، كاين اللي كيتميز بانه كيكون خفيف الظل. كل واحد كيفاش كيتميز، لكن انت خاص تخلي واحد الانطباع ديالك بوحديته.
خاص تخلي التمييز ديالك يكون بوحديته، باش اي واحد كيف ما قلنا سمع الاسم ديالك او لا تلاقى بيك كيتفكر داك التمييز ديالك او داك الانطباع ديالك. مثلا تكون متميز بالنجاحات ديالك، مثلا تكون متميز بطريقه الهضره ديالك، تكون متميز بالافكار ديالك. يعني كاينين بزاف د الحوايج اللي يمكننا اننا نتميزوا بهم بين الناس. فاي واحد سمع الاسم ديالنا او لا تلاقانا كيتفكر داك التمييز اللي حنا متميزين به. حاول تدرس الشخصيه ديالك مزيان باش تلقى شي حاجه كتميزك، شي حاجه تخدم عليها باش تميزك بينك وبين الناس الاخرين، باش هكا الناس الاخرين ينجذبوا ليك ويبغيوك اكثر. خامسا، استمع وانصت جيدا لحديث الناس. يعني شخص اللي كاين قدامك وكيهضر معاك ضروري ما خصك تصنت له، سواء كان كيعاود لك على العمل ديالو او لا كيعاود لك على النهار ديالو كيفاش دوز، او لا كيعاود لك على شي مشكل كان واقع له. ضروري ما نصتو مزيان، ماشي هو كيهضر وحنا كنقاطعوه، لا، نخليوه حتى يسالي هضرته، ديك الساعه عاد نعطيو الراي ديالنا. وقبل ما نعطيو الراي ديالنا ضروري ما خصنا نفكروا مزيان واش هذا الراي اللي غادي نقوله واش هو صحيح، واش هو موزون او لا. عاد ديك الساعه نقدروا اننا نعطيو الراي ديالنا، لان الاشخاص اللي معانا فاش كيكونوا كيهضروا كنتصنتوا لهم هكا راه كيبغيونا وكيرتاحوا لينا اكثر، وكنعطيو واحد انطباع اللي هو زوين في الذاكره ديالهم. عكس الا كانوا هما كيهضروا حنا كنقاطعوهم ما كنخليوهمش يهضروا، فهكا بنادم كتطلع له في راسو. هو كيهضر الا عمرها وقعت لك مع شي حد انت كتعاود له هو كيقاطعك، انت كتعاود له هو كيقاطعك باش يهضر، هكا كيطلع لك في راسك وكتقول صافي انا نبقى غير ساكت ما نهضرش معاه كاع. عكس الا كان انت كتعاود له وهو ساكت كيتصنت لك حتى كتسالي هضرتك عاد كيعطي الراي ديالو، راه حتى الراي ديالو اللي كيعطي راك كتحترمه، حيت كتعرف انه راه كان كيسمع لك وكان عاطيك ودنو حتى ساليتي، عاد ديك الساعه عطاك الراي ديالو. فهاد الانطباع ضروري ما خصنا نكونوا متميزين به. اي شخص جا كيتكلم معنا نخليوه حتى يسالي هضرته ونفكروا في ديك الهضره اللي غادي نقولوا واش موزونه ولا لا، عاد نهضروا. سادسا، تقبل الراي الاخر دائما. يعني اي واحد كنتي كتهضر معاه وعطاك الراي ديالو ضروري ما خاصك تقبل الراي ديالو، حتى الا كانت مثلا عندك شي نقطه حاول تهضر، الا كان الراي ديالك مخالف على الراي ديالو حاول تهضر في النقطه اللي مشاركه بيناتكم. لان الشخص فاش كتقبل الراي ديالو وكتهضر وانت مرتاح، ما طالعك الدم، ما معصب عليه، ما حتى حاجه، هكا كيرتاح لك في الهضره وكيزيد يعني يهضر معاك اكثر، وكتزيد تعرف حتى شنو كاين تحت راسو، كيفاش كيفكر، كتعرف بزاف د الحوايج. لهذا دائما خصنا نتقبلوا الراي ديال الناس الاخرين ونهضروا في النقطه اللي مشاركه بيناتنا. يعني فاش كيعطيني الراي ديالو نحاول انني نهضر معاه في النقطه اللي مشاركه بيناتنا، هكا غادي تكسب محبه الناس الاخرين وغادي تكسب كذلك حتى جذبهم اليك. سابعا، شارك اشياءك مع الاخرين. كاينين الناس اللي كتعطيهم غير كادو صغير كيهتموا به، بحال دابا مثلا كتاب اولا تعطيهم مثلا شي مذكره كيفرحوا بها، ولكن الانسان ما كيفرحش قد ما انك الا كنتي كتهتم به. راه يقدر مثلا شخص كان عنده عيد ميلاد، صونيتي عليه نهار د عيد ميلاد، هزيتي التليفون صونيتي عليه سولتي عليه باركتي له عيد ميلاد، راه كيفرح اكثر من انك تهديه هديه. يعني الاهتمام راه كيبدل واحد المحبه كبيره بين الاشخاص. الا كنتي كتهتم بالشخص راه اكثر ما انك تجيب له كادو تعطيه له، راه الاهتمام كيخلق واحد السعاده في داخل الانسان. ثامنا، تذكر اسماء والقاب الاشخاص الاخرين. يعني اي شخص كنتي كتهضر معاه ضروري ما خاصك تذكر الاسم ديالو وذكروا في وسط ديك المحادثه. يعني سواء كان هذا الشخص من العائله او من الاصدقاء ديالك او من الناس اللي كتعرف او حتى من الجيران ديالك، ضروري ما في المحادثه ديالنا نجبدوا اسم الشخص، يعني نهضروا باسمه، لان هذا الشيء هذا كيخلي ان يكون عندك واحد الانطباع اللي هو كبير، وفي نفس الوقت كتربط واحد المحبه بينك وبين داك الشخص، وكتخلي عندك دائما واحد انطباع اللي هو زوين في الذاكره ديال داك الشخص، يعني دائما كيبقى يتفكرك هذا الشخص هذا.
وكذلك حتى الالقاب. مثلا الا كنتي كتهضر مع الشخص وهضرتي معاه بالاسم اللي ملقب به، هكا راه كتخلي واحد الانطباع في الذاكره ديالو باش دائما كيبقى يتفكرك. تاسعا، تعامل مع الناس بامانه وصدق. يعني دائما اي شخص امنك على شي امانه ضروري ما خاصك تحافظ عليها، وكذلك بصدق، لان الناس ما كيبغيوش الشخص اللي كيكذب عليهم. راه ان فوا يحسوك كتكذب عليهم كيكرهوك وما كيبقاوش يثيقوا فيك، ما كيبقاوش يأتمنوا بك. يعني ضروري ضروري الا كنتي باغي تخلق واحد الانطباع زوين في الذاكره ديال اي شخص، راه ضروري ما تحاول انك تهضر معهم بصدق وما تكذبش عليهم، لان الشخص كيحس لك كذبتي عليه مره الاولى، مره الثانيه ما كيبقاش يحملك. او لا، الا حصلك امنك على شي امانه وخنتيها مره الاولى وخنتيها مره الثانيه، راه ما كيبقاش يثيق فيك. لهذا ضروري ما خصنا نخلي واحد الانطباع اللي هو زوين. يعني اي واحد امنا على شي امانه نوصلوها لبلاصتها، وكذلك نكونوا صادقين، عمر نكذبوا، لان اولا الكذب حرام حتى بينك وبين الله، وثانيا حتى الناس ما كيبقاوش يثيقوا فيك فاش كيلقاو كتكذب عليهم. عكس الا كنتي صادق معهم، في اي مره حصلوك صادق معهم، راه كيزيدوا يثقوا فيك اكثر وكتكسب المحبه ديالهم. هكا كتبني بينك وبينهم واحد العلاقه قويه وما يقدر حتى شي حد انه يهدمها. عاشرا، حافظ على روحك المرحه. الانسان اللي كان كيضحك وجهه بشوش راه عكس الانسان اللي كان دائما معصب ووجهه عبوس. يعني الانسان كيميلوا للشخص اللي راه هو كيضحك وجهه بشوش دائما مبتسم. اما الشخص اللي كيلقاوه دائما عبوس ومقلق، هذا راه كينفروا منه الناس وما كيبقاوش باغيين يتعاملوا معاه ولا حتى يتلاقاو به. لهذا دائما حافظ على الابتسامه في وجهك، وحافظ كذلك حتى على الهدوء ديالك، هكا باش تقدر تخلي الناس ينجذبوا لك ويحترموك وكيبغيوك، كتكسب كذلك المحبه ديالهم. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء باش تعم الفائده. وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، شنو هي حاجه اخرى اللي غادي تخلي الانسان ينجذب لك ويحترمك وتعطيه واحد الهيبه للشخصيه ديالك. يلا، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.